ومعاكم الكابتن عزوز نونجي واحلى قعده في دانكن دونت. طبعا فيديو جديد النهارده 5 فبراير يوم الاحد. فيديو مهم جدا جدا يا جماعه. طبعا هتكلم عن هل هنركز على الجري هركز على الجري. نتكلم في المسي. هل الجري مهم في الشتاء في عز البرد، ولا المسي هيجيب لك ضرر، هيجيب لك مثلا دور برد او سخونيه؟ طبعا اذا كنت انت من النوعيه اللي بتتعب بسرعه فبلاش تجري في الشتاء. ممكن انت تمسك ماشي خفيف او ماشي سريع. فانا عايز اقول الجري في الشتاء بلاش ان احنا نجري الجري اللي هو السريع ده، وانه في نفس الوقت هتعرق مع الهواء البارد اللي في اسكندريه او في اي حته في العالم. هتاخد دور برد، تاخد هواء مع العرق، يجي لك سخونيه، يجي لك صداع، يجي لك اي مشكله، يعني تتعب تعب مش كويس. فنفضل انا عن نفسي في الشتاء بجري، بس جري خفيف، مش جري سريع، لا جري خفيف. امشي شويه بعد كده ماشي سريع، بعد كده هروله خفيفه. بتعمل حسابك انك انت تلبس لبس تقيل. مهم جدا ان انت تلبس لبس تقيل. فانا افضل الجري في الشتاء، كل واحد على حسب. انا عن نفسي في الشتاء بجري خفيف، بس لما يكون الجو حلو ومفيش برد زياده، يعني ما كنتش فيه تلج، هجري عادي. لكن انا النهارده مشيت ماشي شويه سريع وجري خفيف. فكل واحد انتبه لكده، واشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع التعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس.